احنا النهارده معانا صديق. هذا الصديق الوفي اسمه جاك. مش عارفه هو ايه اللي موجود اللي جابه في السلايد بتاعتنا هنا النهارده. خلينا نعلم عليه كده. فاحنا هنستأذنه يروح يقعد بعيد شويه كده. هو المفروض ان واحده من الوظائف بتاعته ان هو هيدينا نوتس كده او هيكتب نوتس خاصه بالسيشن بتاعت النهارده. تمام، فاستأذنكم لو في اي حد في اي معلومه كانت بالنسبه له مهمه، ممكن برضو ناد نوتس كده سواء على الشات بوكس او على الورق بتاعي. ايه اول حاجة ممكن اكون محتاجاها عشان يبقى عندي براند بشتغل معاها في different scenarios و different solutions؟ هي الفرايتيز او الديبلويمنت. الفرايتيز من ناحية ايه؟ الفرايتيز من ناحية ان يبقى عندي مجموعة كبيرة جدا من المنتجات او اتليست مجموعة من البرودكت اقدر اشتغل بيها في different solutions. انا عندي solution ممكن يكون بيفيد في مدرسة، مش هعرف اركب فيه wall mount access point بس محتاجة اركب فيه سيلينج. فاول حاجه في الحته بتاعه الفرايتيز او الديبلويمنت من ناحيه الهاردوير، الوول ماونت اكسس بوينت. الوول ماونت اكسس بوينت لو احنا بنتكلم على ان يبقى عندنا تنوع في البرودكت من ناحيه الهاردوير او من ناحيه طريقه التركيب او الديبلويمنت اللي ممكن تناسب الديزاين بتاع مختلف السيناريوهات. اول حاجه الوول اكسس بوينت بتاعتنا متوفر منها شكلين او متوفر منهم اتنين هاردوير. عندنا الشكل اللي قدام حضراتكم ده اول حاجه اللي عليها وان بورت زي دي كده، تمام، اكسس بوينت وول ماونت وعليها وان بورت داون لينك، وطبعا بتاخد بي واي. او لو انا عندي سيناريو تاني وعايزه اوفر على العميل ان هو يمد كابلات كتير لنفس الغرفه، فبرشح له ان هو ياخد الوول ماونت اللي عليها بيلت ان 4 بورت سويتش زي دي كده. تمام، فاحنا عندنا التو فرايتيز الخاصه بالاكسس بوينت اللي ممكن تركب. وول ماونت، وول ماونت يعني الراجل السيستم انتجريتور عامل ومظبط نفسه ان الكابلات بتاعته هتمشي جداريه او هتمشي على الحائط او في الحائط عفوا. تمام، يبقى اول حاجه عندنا هي الوول ماونت بتاعتنا. طيب هل احنا عندنا اتنين موديل بس؟ لا، احنا عندنا الحقيقه تقريبا 5 موديلات وول ماونت، مش موديل واحد بس. بدنا نقفل البتاع ده، عندنا أزمة. عندنا 5 موديلات مختلفة في الوول ماونت اكسس بوينت بس، سواء كانت الهاردوير بتاعها سرعته 10 100 او 10 100 الف، سواء كانت التكنولوجي بتاعتها واي فاي 5 او واي فاي 6. يعني سواء كده او كده انت اكيد هتلاقي الموديل اللي بيناسب السيناريو اللي انت شغال عليه. طيب مش عايزه اروح للوول ماونت، انا بتكلم اكتر على الجزء الخاص بالاندور سيلينج ماونت اللي هو زي ده. ممكن الاندور سيلينج ماونت اشتغل بيها في مكتب، في ريستورانت، في قاعة اجتماعات، في كافيه، في ايا كان المكان. زي ما بنركب الكاميرا بتاعتنا في السقف، انا برضو بحتاج يبقى عندي كفرج خاصة بالواي فاي اكسس بوينت، فمحتاجة الجزء الخاص بالسيلينج ماونت. دي كانت تاني حاجة هي الاندور سيلينج ماونت اكسس بوينت عندنا في ايه. الاندور سيلينج ماونت ممكن تبقى الشكل المربع ده اللي انا ماسكاه في ايدي، وعندنا كمان الشكل الراوند او السيركلر ده اللي بيفيد اكتر مع الديكوريشنز بتاعت الهوسبيتاليتي سيكتور. يعني تلاقوا معظم الناس بتفضل اكتر الشكل المدور ممكن عن الشكل المربع ده. والله سواء مربع او مدور بغض النظر عن الشكل يعني، ولكن الموضوع موجود برضو كفرايتي من ناحية طريقة التركيب. الاكسس بوينت المربعة دي هتلاقوا عليها 2 بورت، فبرضه كهاردوير مختلفة عن الهاردوير بتاع الاكسس بوينت الموجودة في السوق. هتلاقوا عليها بورت واحدة بس اللي هي بتاخد بي يو اي وراكبة على السويتش. الاكسس بوينت بتاع 3 هتلاقوا عليها 2 بورت. كنا اتكلمنا قبل كده عن ان الاثنين بورت دي واحدة منهم هتبقى اب لينك هتوصل على السويتش بي يو اي، والتانية ممكن تبقى داون لينك لأي نقطة داتا انت محتاج توصلها عندك في الشبكة. كاميرا ومحتاج تديها نقطة داتا تقدر توصلها، اكسس بوينت تانية ومحتاج تديها نقطة داتا، اللابتوب بتاع حضرتك، اي جهاز تاني عايز تاخد كابل ايثرنت ار جي 45 توصله عليه وتوصله على الشبكة، تقدر تستغل البورت دي. مش بس كده، ده كمان بنوفر لك ان انت تقدر توصل الاتنين بورت دول على نفس السويتش وتعمل اجريجيشن فترفع سرعة نقل الداتا ما بين السويتش وما بين الاكسس. فمن ناحية الهاردوير مش بس هي الفرايتيز الخاصة بالشكل، لا كمان الفرايتيز الخاصة بعدد المنافذ اللي موجودة على الاكسس بوينت وسرعتها. يعني هتلاقوا عندنا برضو في موديلات الاتنين بورت بتوعها فاست ايثرنت فتبقى حاجة انتري ليفل، وفي حاجة تانية الاتنين بورت عليها جيجا ايثرنت فتبقى ممكن تبقى اس ام بي او حاجة ميد ليفل. وممكن هتلاقوا في الموديلات العالية شوية اللي بتناسب السيناريوهات الكبيرة اللي بيبقى فيها هاي دينستي من عدد الكلاينتس اللي كونكتد او عدد اليوزرز عندنا،
هتبقى سرعة البورت بتاعتنا بتوصل ل 2.5 جيجا بت بير سكند، سواء واحدة من الاتنين أو الاتنين ممكن يبقوا 2.5 جيجا بت بير سكند. تمام. في الاوت دور اكسس بوينت دي الحاجه الثالثه. الاول قبل الاوت دور عندنا كام موديل ممكن اشتغل عليهم كاندور سيلينج ماونت اكسس بوينت فري؟ احنا بنتكلم في 8 موديلات مختلفه. تمام، 8 مختلفين من ناحيه الهاردوير كالسرعات او الثروبوت بتاعي او التكنولوجي او الاستخدام بتاعها، هستخدمها زي واي فاي 5 ولا واي فاي 6. حاجات كتير جدا. تمام. وكمان الكوست، التكلفه. طيب ده كده كان بالنسبة لي الاندور سيلينج ماونت. يبقى انا ركبت في الغرف مثلا الوول ماونت، وعندي ليتس ان هي مدرسه، فركبت في بعض الغرف الخاصه بالمديرين وول ماونت اكسس بوينت عشان تديهم تغطيه مناسبه جدا ليهم. وجيت على الكوريدور بتاع الفصول ركبت فيها السيلينج ماونت بتاعتي، او الكوريدور في احد الفنادق ركبت فيها السيلينج ماونت بتاعتي. طيب نعمل ايه بقى في البريك اريا اللي التلاميذ مثلا لو هي مدرسه بيطلعوا ياخدوا فيها بريك مثلا، او لو اللي احنا بنتكلم على الباركينج اريا، المكان بتاع ركن السيارات، او لو عندنا حتى كافيتيريا او كافي شوب والناس قاعده في حته او الدور، فعايزه اغطي المكان ده واي فاي. فهنا يجي ثالث نوع من انواع الديبلويمنت عندنا، او من انواع طرق التركيب، اللي هي الاوت دور اكسس. في الاوت دور اكسس بوينت ممكن يبقى معانا الشكل ده، وده شكل يونيك من رييه، وبيطلقوا عليه الاسم يو اف او شيب. يو اف او شيب عندنا الشكل ده، هي موجوده. وانا دايما يعني بجيبها لكم معايا. الاكسس بوينت الاوت دور يا جماعه باي ذا واي، هي واخده الاعتماد الخاص بالمرفق القومي لتنظيم الاتصالات، وبيتم استخدامها بشكل ليجل، مفيش فيه اي مشكله في استخدامها، متوفره عند الوكلاء الخاصين بالرجال في مصر. تقدر حضرتك تشتريها وتشتغل بيها، مفيش اي مشكله. تمام. دي واحده من الاوت دور اكسس بوينت، الشكل اللي هو الكروي ده بيطلقوا عليه اليو اف او شيب. وفي عندنا الشكل التاني اللي هو الشكل المربع ده، اللي هو ممكن يبقى موجود زي دي كده، ولكن بتبقى الهاردوير بتاعها بيبقى كبير شوية، تبقى الإمكانيات بتاعتها طبعا أكيد هتبقى مختلفة عن الإندور. وممكن يبقى معانا برضو الشكل ده. احنا عندنا 3 أشكال مختلفة تناسب الديكوريشن بقى بتاع حضرتك في الحتة الأول دور، أو even حتى تناسب السبيس اللي أنت هتركب فيها الاكسس بوينت، لان كمان في الاول دور انا محتاجه اراعي التغطيه بتاعتي هتبقى عامله ازاي، وعدد اليوزرز اللي قاعدين في المكان، وهل هركب اكسس بوينت واحده ولا اتنين ولا تلاته ولا ايه. وازاي رييه برضو تقدر تساعدني احدد عدد الاكسس بوينت المناسبه للمشروع ده بالتحديد فور فري، من غير ما اتكلف اي كوست اضافيه على ثمن الاكسس بوينت. تمام، هنتكلم في ده برضو ان شاء الله. فيبقى اول حاجه عندنا الوول ماونت، الاندور سيلينج، الاوت دور عندنا كم موديل؟ عندنا تقريبا 6 موديلات مختلفه، برضو مختلفه من ناحيه الهاردوير كسرعات، كتكنولوجي، كالاكسس بوينت ممكن يبقى عليها بورت فايبر. وعندنا الاكسس بوينت سواء الشكل المربع ده او المدور يعني تقريبا هي رانكد اعلى سكيورتي ستاندرد موجود، اللي هو الاي بي 68. يعني ايه؟ يعني الاكسس بوينت توتالي protected against الأمطار والدست والكلام ده كله. تقدر حضرتك تركبها في الاريا الاوت دور وما تقلقش ان يحصل عليها اي مشكله بسبب العوامل الخارجيه او البيئه المحيطه بيها. درجه الحراره بتاعتها up to 65 درجه مئويه. مش بس كده، بيجي برضه من الحته بتاعت الضمان اللي هي ان الاكسس بوينت توتالي بروتكتد، بتجارانتي لحضرتك ان سواء انت مركب الاكسس بوينت كده والمنافذ بتاعتها لتحت، او مركبها كده والمنافذ بتاعتها لفوق متعرضة للمطر بشكل مباشر، يعني هي برضو بروتكتد، ما تقلقش. بيبقى فيه زي حاجز هنا، او بيبقى فيه زي نوع من انواع الحماية على المنافذ الخاصة بكابلات الايثرنت اللي داخلة على الاكسس بوينت. تمام كده. يبقى احنا كده بنتكلم من ناحية اول حاجة عندنا. انا عندي طبعا سيناريوهات كتير، مشاريع كتير، صغيرة متوسطة كبيرة، المهم ان يبقى عندي البرودكت اللي اقدر اتحرك فيها، اللي تناسب المشروع بتاعي، سواء كتكنولوجي سواء كهاردوير، او ايفن حتى كتكلفه ككوست، لان كل ما بقى عندي فرايتيز في الموديلات كل ما اقدر العب برضو في حته الاسعار. اوكي. دي كده كانت اول حاجه عندنا من الحاجات اللي ممكن تميزنا في الشغل على different scenarios بالسوليوشن بتاع ريجي. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية. ايه تاني حاجه عندنا ممكن تكون تميزنا؟ انا ذكرتها واحنا بنتكلم من شويه، التكنولوجي. ايه التكنولوجي؟ ما هو ما ينفعش مثلا انا النهارده اشتغل مع حضرتك واقول لك ان كل الموديلات بتاعتي واي فاي 5، او اقول لك ان كل الموديلات بتاعتي بتشتغل ان 300.
اللي هي 300 ميجا بت بير سكند. او اقول لك والله بص، احنا اصلا احسن براند في الدنيا بيعمل واي فاي، احنا ما عندناش غير واي فاي 7. طبعا الكلام ده مش مقبول اطلاقا، لان زي ما اتفقنا فيت ديفرنت سيناريوز لازم يبقى عندي فرايتي. طيب بنشتغل على ايه؟ انا اقدر اسبورت حضرتك اول حاجه في السرعات ال N 300 ان كيس ان العميل ده عنده بادجت وايز، عنده حاجه كوست افكتيف سوليوشن ومحتاج حاجه سرعتها قليله. بنتكلم هنا في 300 ميجا بت بير سكند. التكنولوجي ال N 300 دي اولا السرعات بتاعتها قليله، احنا بنتكلم تقريبا في الشيرد ثروبوت مع اليوزرز 300 ميجا بت بير سكند. وبيبقى عدد الكونكرنت كلاينت اللي داخلين على الاكسس بوينت دي او على الوايرلس راوتر من 16 32، فبيبقى عدد الكلاينت محدود. هتلاقوها في ايه؟ معظمها هتبقى موجوده في الوايرلس راوترز، مش لازم اروح اجيب بزنس اكسس بوينت تمام واركبها في السقف وهي في الاخر ان 300. انا ممكن اعتمد على سوليوشن ارخص بكتير في الحته دي، سبيشالي ان احنا اصلا بنتكلم على حاجه فيري كوست افكتيف. طيب لو انا مش عايزه اروح في الحته بتاعه ال N 300 دي، ايه التكنولوجي اللي ممكن تبقى اعلى منها شويه وممكن ريجي تساعدني فيها في سيناريوهات مختلفه؟ تعالوا نروح على التكنولوجي اللي اعلى من ال N 300، الواي فاي 5. الواي فاي 5 بيقدم لنا برضو سرعات مختلفه، اعلى من ال N، اعلى من ال 300 ميجا بت بير سكند، توصل معانا فري لحد اي سي 1300. يعني كده الواي فاي 5 اكسس بوينت فري السرعه بتاعتها او الثروبوت بتاعها 1300 ميجا بت بير سكند. حلو جدا، يبقى هيديني سرعه اعلى. طالما بنشتغل على تكنولوجي مختلفه وتكنولوجي اعلى من اللي قبلها، الواي فاي 5 هيديني سرعه شيرد داتا اعلى، وهيديني كمان concurrent number of users اعلى. بدل ما اعتمد على جهاز يديني 16 و32 يوزر داخلين عليه، لا الواي فاي 5 اكسس بوينت فري الماكسيمم او الماكسيمم نمبر اوف يوزرز عليها 110. تمام، انا كده هستفيد لان هيبقى عندي عدد كلاينت اكتر، اقدر احط الجهاز ده في مكان فيه دينستي كويسه. مش لازم بدل ما اروح اجيب خمسه سته من اللي بيشيل 16 32 يوزر، لا انا ممكن اجيب اتنين اكسس بوينت واي فاي 5 طالما الكفرج بتاعت المكان تسمح بحاجه زي كده. اوكي. طيب مش عايزين النهارده طلع منشور جديد من وزارة السياحة لمعظم المنشآت السياحية إن هي تعمل أبجريد وتحديث لشبكات الواي فاي بتاعتها عشان تقدم أحسن اكسبيرينس في التعامل مع شبكة الواي فاي سبيشالي للجست اللي موجودين في الأماكن السياحية. فقال لك خلاص إحنا هنعمل أبجريد من التكنولوجي بتاعت الواي فاي 5 للتكنولوجي اللي بعد كده اللي هي الواي فاي 6. ويعتبر الأكثر انتشارا دلوقتي الواي فاي 6 هي التكنولوجي أو الأبجريد الخاص بالواي فاي 5. وفي مميزات كتير جدا جدا، طبعا اهمها زي ما حضراتكم عارفين، واللي ما شافش السيشن اللي كنا عاملينها ليه ممكن تروح تشتغل بالواي فاي 5 عن الواي فاي 6، ممكن تلاقوها على اليوتيوب تشانل. انا كنت رافعاها قبل كده. كنا بنتكلم ايه هي مميزات التكنولوجي بقى نفسها، مش بتكلم على اكسس بوينت. ليه اصلا اروح لواي فاي 6 سواء في ريي او ريجي او دي لينك او اروبا او سيسكو او ايا كان براند؟ ليه الواي فاي 6 نفسه كتكنولوجي بيبقى بالنسبه لنا ادد فاليو في الشبكه. تمام. فعندنا الواي فاي 6 هتلاقوا فيه ابجريد اعلى في السرعه، يبقى اذا بدل ما كنا بنشتغل بس على اي سي 1300 في الاكسس بوينت بتاعت ريي، لا احنا دخلنا على الواي فاي 6 هيوفر لنا سرعات من اول اي اكس 1800 لحد 6000 ميجا بت بير سكند. اختار بقى المناسب بالنسبة لك، سواء عايز شير باندويث مع اليوزرز 1800 ميجا بت بير سكند، 3000، 3200، او ايفن حتى 6000 ميجا بت بير سكند او 6 جيجا. بس كده في السرعة؟ لا ده كمان هيديني عدد أكبر، تقريبا 3 أضعاف عدد اليوزرز اللي موجودين في الواي فاي 5. الواي فاي 6 تكنولوجي بتقدر تدعم عدد concurrent يوزرز أعلى. الماكسيمم بتاعنا في الواي فاي 6 في ريجي بيوصل ل 512 يوزر. تمام كده، ده بالنسبة لي الواي فاي 5. طيب في بعض الأماكن ممكن ما تبقاش مصر، ممكن يبقى بعض الدول الأخرى، وطالما كده كده كل شوية بيحصل عندنا أبجريد في التكنولوجي وبيحصل عندنا حاجة جديدة بتظهر، فلازم يكون عندنا ظهر الواي فاي 7. الواي فاي 7 هو الأبجريد اللي طلع عن الواي فاي 6. maybe الواي فاي 6 هو الأكثر انتشارا دلوقتي، لكن الواي فاي 7 موجود وفي ناس اشتغلت بيه في بعض البلاد. طبعا اكيد هيبقى فيه سرعات اعلى. الواي فاي 7 اكسس بوينت فري السرعه بتاعتها بتوصل ل 19.8 جيجا بت بير سكند. والكونكرنت يوزرز بتوعنا الماكسيمم بيوصل ل 1500 يوزر على الاكسس بوينت. فاحنا بنتكلم هنا مش في انتربرايز بروجكت، ده احنا بنتكلم في حاجه هاي دينستي، ان الاكسس بوينت يبقى الماكسيمم بتاعها 1500 يوزر.
تمام. يبقى انا كده بقدر اسبورت حضرتك في جهاز من اول 16 كلاينت كونكتد على جهاز، يديني الفيتشر بتاعت الاكسس بوينت، او يديني اكسس بوينت بتشيل 16 يوزر لحد 1500 يوزر، بمختلف بقى الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، بمختلف السرعات، بمختلف الكلام ده كله. تمام. يبقى عندنا حاجات بتفيد في ال N300، في الواي فاي 5، في الواي فاي 6، في الواي فاي 7. تعال ندسكاس السيناريو ونشوف ايه المناسب ليك اكتر من ناحية التكنولوجي، من ناحية البرفورمانس، ومن ناحية التكلفة از ويل. طيب ايه بقى الأجهزة اللي احنا ممكن نشتغل عليها في ال different technologies دي؟ احنا اتفقنا في البداية خالص ان احنا عندنا موديلات كتير جدا في الديبلويمنت مختلفة. طب من ناحية التكنولوجي، هل هلاقي برضو فرايتيز ان احنا نقدر نشتغل عليها؟ خلونا نتفق ان احنا السيشن المره اللي فاتت اتكلمنا عن ال N300، عفوا، اللي هي كانت الهوم سيريس، وان احنا نقدر نشتغل بالهوم سيريس في بعض السيناريوهات زي الهوستل سوليوشن، كافيهات، شركه صغيره، مكتب صغير، والعميل مش عايز يروح لحاجه كده، مش عايز يروح يتكلف ويدفع حاجة بيزنس اكسس بوينت، فهيروح يعمل ايه؟ نرجع كده، هيروح يجيب مثلا الراوتر ده ال N300 اللي هو بتاع ريه، او يروح لل 300 برو اللي هو اللي اعلى منه شوية، المنافذ بتاعته جيجا بت. دي بتعتبر وايرلس راوترز. طبعا مش دول بس اللي عندنا، احنا عندنا فرايتيز كتير في الوايرلس راوترز، تقدروا ان شاء الله ترجعوا للتسجيل بتاع السيشن على اليوتيوب. عندنا فرايتيز كتير في الوايرلس راوترز، ان كيس ان العميل مش عايز ده، يقدر يشتري الوايرلس راوتر ده ويشغله في مود الاكسس بوينت، ويركبه في السقف عادي، او يركبه على الحائط عادي، او يحطه ديسكتوب عادي. ده ان كيس ان العميل عنده حاجه، بادجت بقى، مشكله في البادجت، في كوست، مش عايز يدفع فلوس كتير، ايا كان، فاحنا نقدر نوفر حاجه زي كده في السرعه دي. طيب لا، انا بتكلم مثلا ممكن يبقى في مكتب كويس، او مثلا ممكن يبقى كافيه او ريستورانت، او حتى فور ستار مثلا اوتيل. ففي الحالة دي أنا محتاجة أروح للواي فاي 5. الواي فاي 5 عندنا موديلات كتير جدا تقدر تفاد سيناريوهات كتير برضو. عندنا الوول والسيلينج والأوت دور. الموديلات اللي قدام حضراتكم دي الواي فاي 5 اكسس بوينت، سواء كانت وول ماونت، سيلينج، أو أوت دور. نشتغل بيها فين بقى؟ ممكن اشتغل بيها زي ما اتفقنا، اي حاجه ريليتد بالمطاعم، الفنادق، كافيهات، اوفيس نتورك، مصانع. انا ممكن احط برضو الاندور اكسس بوينت دي في المصانع، في بعض المصانع بيبقى فيها موظفين شغالين وعايزين اكسس بوينت، ممكن احطها لهم في السقف، او حتى احطها لهم على الحيطه، مش هتاثر معايا قوي في الحته بتاعه الكفرج. او مستشفى، هوسبيتالز. ففي عندنا سيناريوهات كتير انا ممكن اشتغل بيها على الواي فاي 5، ان كيس اني مش محتاجه هاي دنسيتي. انا الماكسيمم بتاعي 110 يوزر. اوكي. طيب لا، احنا محتاجين نروح لحاجه شويه 5 ستار هوتيل مثلا، او عايزه اروح لسوليوشن بيبقى بيعتمد او بيتطلب ان يكون في عندنا عدد يوزرز اعلى موجودين في المكان، قاعه سينما بقى، قاعه اجتماعات، كونفرنس روم. ففي عندي عدد كبير من اليوزرز، عايزه اضمن ان هم يدخلوا على الاكسس بوينت ويشتغلوا معايا على الواي فاي من غير ما يكون في تاخير او ديلي او تقطيع في الاشاره. على فكرة الحاجات دي من مميزات الواي فاي 6، بغض النظر عن البراند اللي حضرتك بتشتغل عليه. سرعة نقل الداتا وسرعة والأداء بتاع الواي فاي سوليوشن على التكنولوجي بتاعة الواي فاي 6 أعلى بكتير من الواي فاي 5. وده راجع للموديوليشن تكنيك أصلا المستخدم، بغض النظر عن الشركة مرة تانية. ده راجع للموديوليشن تكنيك اللي مستخدم، اللي هو ال OFDMA. تمام كده. طيب الواي فاي 6 بقى عندنا موديلات برضو، اقدر اشتغل بيها وول ماونت او سيلينج ماونت، او اللي هو الجزء الخاص بالاوت دور. الموديلات دي يا جماعه بتتدرج، يعني من الاقل في الاعلى في الاعلى في الاعلى، علشان تناسب السيناريوهات بتاعت حضرتك زي ما اتفقنا. وهنشوف مع بعض ان شاء الله في الهيت ماب تقدر ازاي كمان عن طريق الهيت ماب يحدد لك الموديل المناسب للسيناريو بتاع حضرتك. الواي فاي 6 موديلز دي نقدر نشتغل بيها في زي ما اتفقنا 5 ستار هوتيل، اوفيس نتوركينج برضو، الفاكتوريز بقى، مصانع، مدارس، ممكن بقى يدخل معانا هنا الاديوكيشن، الجامعات. بغض النظر بقى هنركب في المساحة اللي موجود فيها طلاب، هنركب في أول دور، هركب في الكوريدور، هنركب ازاي بقى، مش هيفرق معايا خلاص. انا كده كده الموديلات من ناحية الهاردوير احنا مغطيينها. الواي فاي 7 اكسس بوينت، عندنا الاكسس بوينت اللي هي الراب 73 اتش دي. وطبعا احنا من هنا لازم هنشتغل واي فاي 7، يبقى انا هروح لهاي دينستي سوليوشن. انا بتكلم هنا في ميجا بروجكت هيعتمد على واي فاي 7، يعني عايز حاجه هاي سبيد، هاي سبيد.
في نقل الداتا، سرعات نقل الداتا. الاكسس بوينت دي عليها اتنين بورت، واحدة 10 جي كبر والتانية 10 جي فايبر، مش 2.5 جيجا، لا ده هنتكلم في 10 جيجا. هيبقى اللينك ما بين الاكسس بوينت والسويتش 10 جي. تمام كده. فمن ناحية التكنولوجي أو من ناحية السيناريوهات المختلفة اللي ممكن نكفرها بالأكسس بوينت، إحنا عندنا الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بنكفر من أول ممكن يبقى كافيتيريا أو كافيه أو مطعم صغير، لحد بتكلم في الداتا سنتر سوليوشن، أو بتكلم في جامعة مثلا وعايزة أغطي القاعات بتاعة المحاضرات بتاعتها بأكسس بوينت تقدر تستحمل عدد كبير من اليوزرز، وبتسبورت أعلى تكنولوجي موجودة حاليا اللي هي الواي فاي 7. في أي سؤال أو استفسار في الجزء اللي احنا قلناه من شوية؟ في أي حاجة مش واضحة؟ في أي حد حابب يضيف حاجة؟ في حد معترض على حاجة؟ طيب. طب اللي سمعني يكتب أي حاجة في الشات بوكس، عشان أحس إن انتوا مش. اللي سمعني يكتب حاجة في الشات بوكس. يا نهار أبيض، أنا مش مسموعة. أم... حد سمعني؟ معقولة انتوا تكونوا وقعتوا وأنا مثلا مش واخدة بالي؟ يا شباب، حد موجود؟ أيوة أهي. في حاجة هنا. أوكي. في حد. هو باشمهندس، هو حضرتك منين؟ باشمهندس مش عارفة اسم حضرتك مش ظاهر بشكل سليم. طب ايه رأيك في الكلام اللي بيتقال ده يا باشمهندس أبو كيرو؟ مش عارفة ده هو مكتوب كده بصراحة. لا ده أنا هفتح بقى أشوف مين داخل، مين سمعت. فين؟ باشمهندس ولاء. باشمهندس ولاء أكيد مش هتبقى مركز معايا. سوهاج، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا. أهلا وسهلا باشمهندس عاطف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. شرف ليا يا فندم، شرف ليا. اهلا وسهلا. طيب الكلام اللي انا قلته واضح؟ حد غير باشمهندس عاطف في عنده اي مشكله في اي شيء؟ نكمل ولا نقفل السيشن على كده؟ الله يكرمك. نكمل ولا انتوا ايه مش عايزين نقفل السيشن على كده؟ نقفل السيشن. طب في حاجه تانية ممكن نتكلم فيها انتوا شايفين مثلا من مميزات برضو السوليوشنز بتاعت ريجي؟ آه. نكمل. طيب مش عارفه انتوا ليه مش بتردوا عليا، بس يعني ايا كان. خلونا طيب نكمل إيه الحاجات التانية اللي ممكن تكون مناسبة أو بتفت معانا في solutions مختلفة. نكمل. الحاجة بقى التانية ال cost effective solution. مش عارفة في حد اشتغل بالأكسس بوينت بتاع 3G قبل كده ولاحظ مثلا إن الأسعار بتاعتها مش عالية؟ أو حد in case in general اشتغل في أي مشروع بالمنتجات بتاعت ريجي، حد من الحاضر معانا اشتغل بأي منتجات بالسوليوشن بتاع ريجي ولقى إن السوليوشن كانت توتال ممكن يبقى بالنسبة له cost effective، وعنده سبب لحاجة زي كده؟ هو طبعا اهم حاجه في اي حد بيشتغل في اي سوليوشن، سبيشالي لو احنا بنتكلم في حاجه سمول وميديوم ليفل، هي التكلفه، صح؟ فالمفروض الطبيعي ان اول ما اقول ان التكلفه قليله الناس تيجي عند الناس.
محدش سقف ليه دلوقتي؟ المفروض الناس يعني تشعر بالسعادة إن الموضوع فيه تكلفة قليلة. طب ليه الموضوع فيه تكلفة قليلة؟ حضرتك النهاردة بتركب اكسس بوينت في مكان، تمام؟ الاكسس بوينت دي بيبقى عددها مثلا متجاوز ال 10 20 30 40 50 اكسس بوينت، وحضرتك عايز تعمل لهم كونفيجريشن. ومش بس كونفيجريشن، عايز تعمل لهم كنترول، بحيث ان انت بدل ما تقعد تشتغل على كل اكسس بوينت على حده، لا، انا محتاج سنترلايز ديفايس اقدر من خلاله اكنترول كل الاكسس بوينت اللي واصله عندي في الشبكه. تمام، ده بيسموه الاكسس كنترولر بتاعته. فليه التكلفه، ليه السوليوشن بتاع ريجي التكلفه بتاعته قليله، او ممكن يبقى بالنسبه لحضرتك هو كوست افكتيف سوليوشن؟ اول حاجه، حضرتك مش محتاج تشتري هاردوير كنترولر علشان تمانج شبكه الواي فاي فري. طيب ده ان جنرال ولا على طول، ولا في ليميتيشن؟ اكيد في ليميتيشن وهذكرها دلوقتي. طيب هكنترول ازاي النتورك بتاعتي من غير هاردوير كنترولر؟ هكنترول النتورك بتاعتي عن طريق الكلاود فور فري. الكلاود سيرفيس فري جي كلها توتالي فور فري، unlimited capacity unlimited number of user and so on. الناس اللي حضرت معانا قبل كده عارفين. فانا عندي فري كلاود مانج تقدر تعتمد عليه up to 50 اكسس بوينت. انت مش محتاج تشتري هاردوير كنترولر تحطه في الشبكة عشان يكنترول الاكسس بوينت، ولا محتاج ان انت تجيب سوفت وير تنزله على سيرفر وتسيبه شغال 24 ساعة عشان خاطر تكنترول النتورك. يبقى انا مش هطلب من حضرتك تنزل السوفت وير حتى لو هو فور فري، تجيب له لابتوب او تجيب له سيرفر تحطه عليه وتسيبه شغال 24 ساعة، ولا هقول لك لازم تشتري هاردوير كنترولر عشان تمانج النتورك بتاعتك. انت ممكن عن طريق الكلاود ابلكيشن بتاع ريي بتسكان الكيو ار كود بتاع الاكسس بوينت، او بتدخل السيريال نمبر بتاعها، او بتدخل على اسم الشبكه الديفولت بتاعها وبتضيفها على الكلاود سيرفيس او الكلاود نتورك بتاعتك، الكلاود اكونت، وبتبدا تعمل لها كونفيجريشن بشكل سلس جدا. تمام، يبقى اول حاجه عندنا انا مش محتاجه، حضرتك مش محتاج تشتري هاردوير كنترولر. طيب لو عدد الاكسس بوينت بتاعي بيزيد وانا محتاج اجارانتي او اضمن الحته بتاعه البرفورمانس بتاعه الشبكه، خصوصا في موضوع الرومينج او ان العميل الشبكه بتاعته ما تفصلش وهو بيتحرك، في الحاله دي بنرشح لحضرتك انك تتعامل بالجيت واي بتاع ريجي او بتاع ريي. اتعامل بالجيت واي في مود الاكسس كنترولر. تمام، يبقى هنا برضو انا ما عنديش dedicated access controller، انا بوفر عليك وهبيع لك الجيت واي، يبقى هو البيزنس راوتر بتاعك في الشبكه، وفي نفس الوقت هو الاكسس كنترولر بتاع الاكسس بوينت اللي موجوده معاك في النتورك. بيختلف كل اكسس كنترولر على حسب عدد الاكسس بوينت اللي انا عايزه اشتغل عليها. تمام كده. طيب يبقى الديفولت بتاعنا مش محتاجه، على حسب المشروع وعشان البرفورمانس سبيشالي في حته الرومينج والاوبتمايزيشن ممكن الجا للجيت واي علشان اضمن الجزء ده في حته الكونفيجريشن بتاعتي. تمام. طيب ايه تاني ممكن يبقى بالنسبه لي فاليو في حته البوست افكتيف؟ اه الاول الكلاود سيرفيس. الكلاود ممكن يبقى متاح طبعا عن طريق الويب او عن طريق الموبايل ابلكيشن، اقدر اتعامل مع الشبكه بتاعتي بمنتهى الاريحيه سواء من الموبايل ابلكيشن او من الويب انترفيس. الحاجه التانيه، النهارده لو انا ركبت سوليوشن لطيف جدا ووصلت الاكسس بوينت بتاعتي على السويتشات بتاعتي جوه الراكات بتاعتها وسلمت على العميل وشكرا سلام عليكم ومشيت، وبعد فترة ما حصل إن هم عملوا يعني فتحوا غرفة جديدة أو أيا كان في مكان فيه ديد اريا ما كانش مستخدم وعايزين يغطوه بالواي فاي. حضرتك جيت تراجع مثلا السويتش ما لقيتش فيه منافذ على السويتش، او في صعوبة ان انت ترجع تمد كابلات تانية عشان تركب اكسس بوينت في المكان ده وتجيب لها كابل من السويتش للمكان ده بعد ما خلصت الانشاءات بتاعتك. هنا يجي معانا دور ان الاكسس بوينت فري بتدعم المش تكنولوجي او المش سوليوشن. اقدر اوصل الاكسس بوينت بتاعتي من غير كابلات. تمام، الواي فاي اكسس بوينت فري كلها تدعم المش كونكشن ما عدا 3 موديلات اللي هم المنافذ بتاعتهم فاست ايثرنت. تمام، اللي هي ال 1200 اف وال 2200 اف وال 602 الاوت دور. فيما عدا ال3 موديلات دول كل الاكسس بوينت التانية اقدر اوصلها عن طريق المش سوليوشن. يعني ايه عن طريق المش سوليوشن؟ يعني بالشكل ده كده هيبقى عندي الاكسس بوينت اللي انا اوريدي ركبتها على السويتش، تمام، وفي اكسس بوينت جديدة انا هضيفها هديها فقط باور وهبدأ اعمل لها الكونفيجريشن. وعندنا المش مش محتاج كونفيجريشن، حضرتك من الموبايل ابلكيشن هوريكم الخطوات بتاعته على اليوتيوب channel.
من الموبايل ابلكيشن بدخل على الفيتشر او الاوبشن بتاع اي بي مش، واقول له اكتشف او اعمل ديسكفر للاكسس بوينت اللي موجوده في المكان، وعلى الديفولت مود من غير كونفيجريشن. اول ما بيلاقي الاكسس بوينت الجديده بيبدا يبعت لها او يحط عليها الكونفيجريشن الخاصه بالشبكه بتاعتي. فاذا انا لا همد كابلات ولا محتاجه كمان ان انا اجيب مهندس يدخل يكونفيجر الاكسس بوينت الجديده. انا وفرت عليك الحته دي. مش هنمد كابل، مش هشتري سويتش جديد عشان الاكسس بوينت الجديده، وفي نفس الوقت مش محتاجه حد يدخل يعمل لي كونفيجريشن. انا بس من الابلكيشن هقول له ديسكفر، هيلاقي الاكسس بوينت هيبدا يرمي عليها الكونفيجريشن بتاعي. تمام. طيب ايه تاني ممكن يبقى بالنسبه لي برضو كوست افكتيف سوليوشن؟ ايه تاني ممكن يبقى بالنسبه لنا في الحته بتاعه الكوست افكتيف سوليوشن؟ لحظه واحده. عارفين في بعض الشبكات او في بعض الحاجات النتورك في بعض المشاريع بيحتاج ان احنا نعمل authentication لليوزرز. يعني ايه authentication لليوزرز؟ يعني عايزه اضمن ان العميل اللي داخل عندي على شبكه الواي فاي ده هو العميل ده بتاعي. فعشان اجارانتي او اضمن ان العميل ده بتاعي انا هديله يوزر نيم وباسورد، او هديله كود يدخل بيه على الانترنت، والكود ده مثلا مسموح له يدخل بيه على الانترنت لمده ساعتين. دي بعض السيناريوهات اللي مطلوبة في الكافيهات. أي حد بيدخل كافيه بيبقى عنده مثلا فري إنترنت، أو إيفن حتى بايد إنترنت. عشان ياخد إنترنت سيرفيس بيبدأوا يقولوا له في كوست أو في فيز معينة على تكلفة الكونكشن بتاع الإنترنت. تمام. او فري انترنت لفتره معينه بسرعه محدده، وبعد كده بيبقى الانترنت مدفوع. فده بيسموه بورتال اوثنتيكيشن. ريه كانت بتدعم الحوار بتاع البورتال اوثنتيكيشن دوت عن طريق الجيت ويز بتاعها وما زالت. بس الجديد دلوقتي ان حضرتك بدون جيت واي، لو معاك واي فاي 6 اكسس بوينت، تمام، تقدر من خلال الواي فاي 6 اكسس بوينت تسبورت او تشغل البورتال اوثنتيكيشن لليوزرز بتوعك بالمنظر ده كده. أهو. عندنا بس واي فاي 6 اكسس بوينت واصله عندنا هنا في المكان. مش عارفه انتوا شايفين الفيديوهات ولا لا؟ لا جدا كده. اوكي. زي ما انتوا شايفين على الشمال هنا كده عندنا اكسس بوينت، ده مثلا ريستورانت او كافيه او ايا كان، وبيبدا هو يكونفيجر البورتال اوثنتيكيشن، الصفحه اللي هتظهر لليوزر اللي هيجي يدخل على الواي فاي عندي، ويبدا يدخل الكود بتاعه او اليوزر نيم والباسورد. مش محتاجه جيت واي، مش محتاجه جيت واي طالما عندي واي فاي 6 اكسس بوينت. دي واحده من الحاجات اللي بتوفرها عليك ريه في السوليوشن بتاع الواي فاي بتاعك. يبقى مش محتاجه كنترولر، مش محتاجة أمد كابلات زيادة، أقدر أعتمد على المش، ومش محتاجة أشتري جيت واي لو محتاجة أسبورت أو أدعم البورتال أوثنتيكيشن وعندي واي فاي 6 أكسس بوينت. تمام كده. ده في الجزء بتاع الكوست افكتيف سوليوشن. طيب تعالوا نكمل كده ونشوف ايه تاني. الراجل ده بيسألنا في حاجة كمان ممكن تبقى بتميز السوليوشن بتاع ريي عن الاذر سوليوشنز اللي موجودة في البراندز التانية. الناس اللي شغالة يو بي ان تي، شغالة تي بي لينك، شغالة دي لينك، شغالة وات ايفر براند. في حاجة كمان ممكن تبقى بالنسبة لنا برضو added value على السوليوشنز بتاعت ريي، مش موجودة عند الأذرز، أو مش موجودة أو موجودة عند الأذر براندز بس بتكلفة في كوست عليها. اه عندنا حاجة مهمة جدا. انت ماشي اوكي هتوفر لي الفرايتيز. عندنا هاردوير مختلف، عندي الوول ماونت وعندي السيلينج وعندي الاوت دور، والاوت دور عليها اعلى معامل حماية اي بي 68، وعليها 2 بورت سواء كبر او فايبر، وعندنا ممكن نعمل اجريجيشن علشان وعندي سرعات مختلفه بتبدا من ان 300 لحد 6000 ميجا بت بير سكند، و19 جيجا كمان على الواي فاي 7. كل الكلام ده حلو جدا، وقلت لك ان كمان الكلام ده مقارنه باسعار البراندز التانية اللي موجوده في السوق كوست افكتيف جدا. وان كيس ان انت عايز تسبورت النتورك بتاعتك بفيتشرز ومش عايز تدفع تكلفه زياده زي مثلا المش، او تزود النتورك بتاعتك من غير ما تتكلف باسيف نتورك تانية، عندنا المش. عندنا الجزء بتاع مش محتاجة كنترولر، او ان انا اسبورت الكابتيف بورتال اوثنتيكيشن عن طريق الواي فاي 6 مش محتاجة جيت واي.
في بقى حاجة تانية. طب ماشي، ما هو ممكن تكون النتورك بتاعتك صعبة مثلا، فايه رأيكم؟ واحدة من أهم المميزات اللي بتقدمها ريجي على البرودكتس بتاعتها إلى جانب المنتجات بتاعتها هي الإيزي كونفيجريشن، سهولة التعامل مع الشبكة وسهولة عمل كونفيجريشن للنتورك بتاعت النتورك بتاعتك اللي قايمة على منتجات ريجيرية. وعندنا مجموعة كبيرة جدا من الكلاود فيتشرز اللي ممكن تفيد حضرتك تعمل يعني حاجات كتير جدا بمنتهى السهولة، لأن الكلاود زي ما اتفقنا هو كنترولر. فأنا مش هدخل على الأكسس بوينت، مش هدخل على السويتشات، مش هدخل على الجيت واي، مش محتاجة أعمل سيبريت كونفيجريشن. من الكلاود نقدر نعمل حاجة زي كده. طيب ايه الايزي كونفيجريشن اللي ممكن احنا نعتمد عليها؟ اول حاجة هي السيلف اورجانيزنج نتورك، الاس او ان. واتفقنا قبل كده ان دي حاجة يونيك ريليتد بري جي بس، صح؟ حاجة يونيك فيتشر خاصة بري جي، وظيفتها ان هي اوتو ديتكت النتورك بتاعتي كلها، ويبقى عندي ماستر بيكنترول الشبكة بتاعتي في على الكلاود، على الكلاود ابلكيشن بتاعي او على الكلاود سيرفيس ان جنرال. بشغله ازاي ده؟ الناس اللي فاكره او حضرت معانا السيشن بتاعه الباك باك، كل اللي حضرتك بتعمله بتسكان الكيو ار كود بتاع الاكسس بوينت بعد ما بتوصلها على السويتش، بعد ما بتوصله على الجيت واي، بعد ما بتوصل النتورك بتاعتك فيزيكالي. سكان بس الكيو ار كود بتاع اي جهاز من الاجهزه، او ادخل على اسم الشبكه الديفولت، والاس او ان اوتوماتيك هي اوتو ديتكت الشبكه كلها ويرسمها لك كمان متوصله ازاي. فاول حاجه هي الايزي كونفيجريشن، انت حرفيا تقدر تسيت اب النتورك بتاعتك في اقل من 3 دقائق، كل حاجه تبقى قايمه وشغاله. وهبقى اوريكم الفيديو بتاع الاس او ام او الكونفيجريشن بتاعت الباك باك على اليوتيوب. تمام. طيب ايه تاني عايزين نعمله؟ انا بشتغل على واي فاي نتورك، صح كده؟ فالواي فاي نتورك دي هي عباره عن، في الاخر هي عباره عن موجات كهرومغناطيسيه، راديو ويفز، ترددات شغاله كده. فالترددات دي بتنتشر في مجموعة من القنوات اللي تشانلز، زي تشانل 1 و3 6 11، وفي على ال 5 جيجا هرتز برضو مجموعة مختلفة من التشانلز. والحقيقة برضو إن أنا لو حاطة أكسس بوينت عندي هنا في المكتب، وفي جاري اللي جنبي حاطط أكسس بوينت هو كمان، فأكيد وارد يحصل تداخل في الموجات دي، صح كده؟ التداخل ده بتاع اشارات الواي فاي از لونج از ان هي بتنتشر في الجو، فاكيد هيحصل ما بينها تداخل او بنسميه انترفيرنس. التداخل ده للاسف بيأثر بالسلب على الشبكه بتاعتنا، صح كده؟ هيأثر على الشبكه ازاي؟ هتحس شويه ان في بطء في الشبكه، البرفورمانس بتاعك قل، سرعه نقل الداتا مش هي المتوقعه بسبب حوار الانترفيرنس ده. سبيشالي لو احنا الاثنين شغالين على نفس التشانل، يعني انا الاكسس بوينت بتاعتي بتبعت لي على تشانل 3، والجاري او الاكسس بوينت اللي جنبها شغاله على نفس التشانل. طب نعمل ايه في الموضوع ده؟ دور الكنترولر هنا ان هو يعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن، او تحسين من اداء شبكه الواي فاي. طيب الكلام ده بيعمله الكنترولر اوتوماتيك؟ اه بيعمله الكنترولر اوتوماتيك. بيترجم عندنا على الكلاود في صورة ايه؟ في صورة فيتشر كده موجودة على الابليكيشن اسمها WIO او Wireless Intelligent Optimization. هل محتاجة ان انا اخد تدريب عليها؟ اطلاقا، هي اوبشن حضرتك بتختاره. بتدخل تقول له اوبتمايز ناو او سكادول ان انت تعمل الاوبتمايزيشن ده كل يوم خميس الساعة اكس، كل يوم اربع الساعة 3، ايا كان. تمام. فيقوم بدوره ان هو يقرا كل البارامترز بتاعه النتورك بتاعتنا، كل اكسس بوينت شغال على اي تشانل، كل البيانات الخاصه بالكونكشن والبرفورمانس والستاتستكس بتاعه النتورك بتاعتك، ويبدا يعدل عليها اوتوماتيك. يعني الاكسس بوينت دي شغاله على تشانل 11 ودي 11، لا خلي دي 6 وسيب دي 11. الاكسس بوينت دي الباور بتاعتها عاليه، عامله انترفيرنس مع الاكسس بوينت اللي جنبها، نقلل واحده منهم. او في اريا مش واصل لها كفرج، فيبدا يعلي الباور بتاعت اقرب اكسس بوينت ليه. فبيبدا ان هو يشوف ايه الاستاتستكس بتاعت النتورك، ويطلع ويغير في البارامترز الخاصه بالكونفيجريشن، ويطلع لنا زي تقرير كده في الاخر. هو كانت النتورك بتاعتنا الحاله بتاعتها كانت عامله ازاي بكونفيجريشن ايه، والتغييرات اللي تمت ايه، والحاله اللي فيها النتورك دلوقتي عامله ازاي. تمام كده. الكلام ده من التطبيق بتاع الموبايل بتاع حضرتك، مش محتاج ان انت حتى تفتح اللابتوب. طيب ايه كمان؟ برضو بنتكلم واي فاي، فمحتاجة ان انا اجرانتيه، لو انا خصوصا لو انا في مكان مثلا في عندي بزنس كلاس جست نازل في فندق، الراجل ده قاعد في غرفته عامل كونفرنس ميتنج مع الشركة بتاعته اللي في امريكا مثلا. الراجل الكونفرنس ميتنج فاتحه من الموبايل مش فاتحه من اللابتوب،
فبيتحرك، نزل من الغرفة، طلع، اتحرك، راح يمين، راح شمال. مش عايز النتورك بتاعته وهو بيتحرك ما بين الاكسس للتانية تفصل او تقع وترجع تكونكت على اللي بعدين. مين اللي جارانتي حاجة زي كده عندنا في الشبكة؟ هي الرومينج فيتشر. هو الرومينج لو ترجمناها بالعربي او لو ليها ترجمة تانية هتبقى كلمة موبيليتي، او ان انت العميل بيتحرك بسلاسة، او ان انت تتحرك بسلاسة جوه شبكة الواي فاي اللي انت مركبها. طيب الواي فاي سوليوشن بتاع ريجي يا جماعه بيدعم نوعين من الرومينج، مش لاير 2 بس، لا كمان لاير 3 رومينج. دي حاجه مهمه جدا مش موجوده عند معظم البراندز اللي شغاله في الماركت على مستوى الاس ام بي. فانا الاكسس بوينت بتاعتي فري بتدعم اللاير 2 واللاير 3 رومينج. وعشان اتست الرومينج مش محتاجه اقعد اركب الشبكه، مش محتاجة أركب الشبكة وبعد كده أشوف إذا كان هيشتغل ولا لأ. إحنا عندنا فيتشر لطيفة جدا جدا مدعومة بالارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي موجودة على التطبيق، اسمها AI roaming test أو AI roaming optimization. تقدر من خلالها قبل حتى ما تركب تعرف فين أماكن الأكسس بوينت اللي لو ركبت فيها الأكسس بوينت مش هيبقى عندك مشكلة في الرومينج، والعميل يقدر النتورك بتاعتك هتبقى شغالة بشكل سلس جدا. تمام. الاي اي رومينج برضو انا هوريكم فيديوهات خاصه بيها في السلايد اللي جاي، هي تشتغل ازاي وتقدر ان انت تتحرك ويقول لك اذا كان حصل رومينج فعلا والنتورك شغاله، ولا انت وقعت والشبكه بتاعتك فصلت. ايه تاني؟ طيب بالنسبه للواي فاي سوليوشن، عارفين واحده من اهم الحاجات لما حد بيجي يشتغل في الواي فاي سبيشالي ان الموضوع بيبقى رخم شويه، لان انا في الاخر مش بمد كابل من جهاز لللابتوب عشان ياخد انترنت. لا، ده انا هخلي اللابتوب يكونكت عن طريق الراديو ويفز دي عن طريق الواي فاي على اكسس بوينت. فانا ممكن ابقى قاعده في مكان مش واصل لي كفرج، او قاعده في مكان واصل لي كفرج بس مش عارفه اخد داتا. فبيجي هنا معانا نقطه الديزاين. طيب انا عشان اديزاين في بعض السوليوشنز موجوده في الماركت تقدر من خلالها تديزاين الشبكه بتاعتك قبل ما تروح تركب، او ايفن حتى قبل ما تشتري، ولكنها بتكلفه. يعني مش هيديها لك فور فري. فري النهارده بتقدم لك، او موفره، مش موفره، موفره على الابلكيشن بتاعها وعلى الكلاود سيرفيس الاي اي هيت ماب. موجودة سواء على الموبايل ابلكيشن أو على الويب فور فري. تقدر ترفع اللي اوت. والناس بتسألني نرفعه ايه، كات فايل ولا صورة ولا بي دي اف؟ هو بيسبورت التلاتة. نقدر نرفع صورة بي دي اف أو كات فايل على الهيت ماب في اللاي اوت بتاعت المشروع بتاعي. وبعد كده المفروض ان الطبيعي ان انا ابدا اقول له فين الحواجز. لا، الاي اي هيساعد حضرتك يرسم لك الحواجز، فين الحواجز اللي موجوده، انت بس تعدل لو محتاج حاجه زي كده. بعد شويه هبدا اطلب منه يبليس اماكن الاكسس بوينت، فهيبدا ياخد اكسس بوينت ويبدا يعمل كفرج كده على المساحه الفعليه اللي انت دخلتها له. ممكن نحط ايمين فين، ويطلع لي في الاخر تقرير كامل بموديلات الاكسس بوينت اللي هتشتغل في المشروع ده، والوصف بتاعها وكمياتها، وواقفة من حضرتك بس على السعر. طبعا إلى جانب شكل السيميوليشن أو شكل تغطية الواي فاي على ال 2.4 وعلى ال 5 جيجا هرتز. تمام. هوريكم برضو ال AI هيت ماب في السلايد اللي جاي، متستعجلوش. اوكي. ايه تاني في الحته بتاعت الكونفيجريشن او الحته بتاعت الديزاين؟ لو انا عايزه اشتغل على شبكه واي فاي بالبرودكت بتاعت ري، هيساعدوني نعمل هيت ماب فور فري. هيساعدوني نتست ان الرومينج شغال قبل ما واحنا بنديزاين الشبكه نبقى مطمنين ان دي الاماكن المناسبه لموضوع الرومينج. التطبيق يقدر يساعدك في حاجه زي كده. لو الشبكه شغاله اقدر اعمل اوبتمايزيشن لاداء الشبكه بحيث يبقى احسن اداء الناس بتحصل عليه في كل وقت ويحصل بشكل اوتوماتيك. التطبيق يقدر يساعدك تعمل كده. وطبعا الايزي كونفيجريشن في البدايه. مش بس كده، الناس اللي عايزه تعمل بيل اوف ماتيريال من غير ما يبقى عندي هيت ماب حتى، انا عايزه التطبيق يساعدني ان احنا نطلع الموديلات المناسبه لاي مشروع من المشاريع، ودي كنا عملناها كذا مره في كذا سيشن قبل كده. البيل اوف ماتيريال واحده من اهم الفيتشرز اللي موجوده على تطبيق الموبايل اللي في ايد حضراتكم. تقدروا بس تقولوا له ايه هي الريكويرمنت بتاعه المشروع بتاعي، إن المشروع ده محتاج ايه، النيدز بتاعته، الاماكن اللي عايز يغطيها واي فاي. وهو هيبدأ يرشح ليك الموديلات بالكوانتيتيز المختلفة في مختلف الليفلز، سواء كان لو ليفل، كان ميد ليفل، كان هاي ليفل. تمام. آخر حاجة عندنا في الحتة بتاعة الكونفيجريشن أو الترابل شوتينج أو إيفن حتى الديزاين هي ال AI diagnosis.
خلصت المشروع والدنيا شغالة، بس حصل عندي مشكلة أو حاسس إن الأداء مش أفضل حاجة، فعايز حاجة تدياجنوز أو تبدأ تمشي خطوة خطوة مع الكونكشنز بتاعة الشبكة وتقول لي المشكلة فين. وبرضو الفيتشر دي مدعومة بال AI، فبيطلع لحضرتك تقرير لطيف جدا جدا بيمشي من أول الاند ديفايس الموبايل بتاعي لغاية الاكسس بوينت اللي داخل عليها للسويتش للكور لحد ما يوصل للإنترنت، ويقول لك المشكلة ممكن تبقى موجودة فين بالظبط. فدي بعض الفيتشرز اللي موجودة عندنا على الكلاود ابلكيشن، ممكن تساعدني في حتة الكونفيجريشن، في حتة الترابل شوتنج، او ايفن حتى في حتة الديزاين الخاصة بالشبكة. فين شكل الاي اي هيت ماب؟ ده شكل الهيت ماب على الويب لأي حد ممكن يدخل على cloudbgnetwork.com. هتلاقوا فيه تعمل لوج ان بالايميل والباسورد، وبعد كده هتلاقي فيه عندك تاب كده اي اي هيت ماب. تقدر ترفع اللاي اوت زي ما هو موجود هنا كده باين. وعند حضرتك على الشمال الموديلات اللي هو اختارها في اللاي اوت بتاعتنا او على الهيت ماب، وعلى اليمين كل الموديلات بتاعت ريجي. انا اقدر ادراج وادروب اي موديل انا عايزاه، ايفن حتى السويتشات والجيت ويز، بحيث ان يطلع لي سوليوشن كامل في اكسل شيت. وفي عندنا فيديو هنا بيشرح ازاي تقدر تعمل الهيت ماب على الموبايل ابلكيشن. How to use heat map on Weijieri app. تمام. Open the Weijieri app and find heat map in the toolkit. With heat map, you can use artificial intelligence to select the best placement for your APs. By simulating a visible signal strength heat map, you can quickly plan ideal AP placements to achieve optimal wireless coverage. Click Start and upload your floor plan from your photo album. In this video, an example floor plan will be used for demonstration purposes. Enter the actual area of your space. You can choose to manually place APs or let AI calculate the most suitable placement for you through Auto. وهنا After بيختار بنفسه calculation فين is complete, الجزء you الخاص can see the بالأماكن current بتاعة coverage الأكسس effect of each بوينتس. placed AP in the generated preview. The AI selected model and quantity of APs are also الموديلات اللي هو displayed اختارها below. تحت 7 من ال If you 1200 want to بي improve upon و2 اكسس AI's بوينت من recommended الموديل ال results, click 2260. Modify Plan to change current settings. نقدر نedit، You can طبعا move اقدر an اعدل AP's واديت position or switch واختار its model الاماكن type as المختلفه well as بتاعت delete الاكسس some بوينت بنفسي، existing مفيش ones اي while مشكله في adding حاجه new زي كده. ones. بس تقدر تسحب اي اكسس بوينت من اي مكان You may تحطها في also اي مكان copy an تاني. existing AP. حتى من الاستخدام بتاع الموبايل ابلكيشن تقدر تتعامل على Saving الهيت changes. ماب بمنتهى السهوله. Once satisfied with any modifications made, click Download or Save Image to save a snapshot of your current preview image. Click Home at any time during editing process where all created heat maps are stored. Clicking on one allows further editing until desired results are achieved. فيما عدا How to use heat map. مش عايزين هيت ماب خلاص. غير الهيت ماب في عندنا الجزء الخاص بال AR roaming. ال AR roaming واحدة برضو من الحاجات اللطيفة جدا موجودة على الموبايل ابلكيشن، تقدروا تلاقوها في التول كات. تقدر بمجرد ما تدخل عليها، لو انتوا شايفين هنا كده على الفيديوهات، هتلاقيه بيرسم لك تحت المسار اللي انت ماشي فيه، واول ما يحصل رومينج وانت بتتحرك من اكسس بوينت للتانية بيديك زي الارم او بيديك زي هنت كده بالاخضر ان دلوقتي حصل رومينج وانت نقلت على انهي اكسس بوينت عند اي سيجنال سترينث او عند اي قوة اشارة. التول دي فور فري موجودة على الموبايل ابلكيشن، زي ما انتم شايفين بيستخدم الكاميرا وانت ماشي، ممكن كمان ترفع عليه اوت بحيث ان هو يبقى حدد مكانك على الرسمة بتاعة النتورك او رسمة المشروع وانت بتتحرك فيها. فدي برضو تقدروا تجربوها، وكمان تقدروا تجربوها لو النتورك بتاعتكم مش 3G. يعني لو انت عندك شبكة واي فاي اي براند تانية تقدر تجرب حوار الرومينج ده، واذا كانت فعلا هتنقل ويحصل رومينج ولا لا. تمام. في عندنا برضو اوبشن لطيف جدا على الكلاود اسمه اي ار هاد. الاي ار هاد زي ما انتم شايفين كده، اللي هو الراجل ده اللي لابس الفيرتشوال كاميرا دي اللي بيها ممكن يشوف حاجات كتير. انا ممكن وانا قاعده في مكاني هنا والنتورك بتاعتي شغاله مثلا في سوهاج كده، سي مركبه مشروع في سوهاج، اقدر من مكاني هنا اجيب شكل السويتش، اي سويتش موجود في الشبكه، واشوف ايه اللي واصل على السويتش ده، او الجيت واي بتاعي واصل على انهي بورت، او المنافذ بتاعت السويتش دي، او فين الابلينك بورت على السويتش ده. كأنه بالظبط جاب لي صورة السويتش وحطها لي قدامها. اوريكم كده الفيديو ده برضو المفروض ان هو
هيوريكوا ازاي تقدر تستخدم الاي ار هات تول. ممكن استخدمها بطريقتين: اسكان كيو ار كود بتاع الجهاز اللي موجود معايا في الشبكة، او عن طريق الكلاود اختار موديل مش موجود معايا في نفس السايت. بص، هيمشي كده بالكاميرا يجيب له كل بورت، لو في لوب او لو في مشكلة على اي بورت بيكتب له ان هنا في لوب او في هنا مشكلة على البورت دي. لو في كاميرا واصلة، لو في اكسس بوينت، لو واصل سويتش، لو واصل لابتوب، هيرسم لي شكل الكونكشن ايه على الجهاز. فدي برضو واحدة من الأدوات اللطيفة اللي ممكن تساعدنا واحنا بنترابل شوت الشبكة، أو في مشكلة عندنا في إن احنا نحدد أماكن الكابلات بتاعت أي أجهزة واصلة على السويتشات بتاعتنا أو الجيت ويز أو أيا كان. تمام كده. طيب ده كده كان باختصار الجزء بتاع الواي فاي سوليوشن فري. طب احنا ما تعرضناش، يعني انا مثلا اوكي احنا اتكلمنا في كافيهات، في ريستورانت، في فنادق، في مطاعم، في مدارس، جامعة. اوكي طيب وات اف ان احنا في الاخر الكفرج بتاعت الاكسس بوينت دي اكيد هتبقى ليميتد. يعني لو بتكلم في اندور اريا انا معايا من 20 ل 40 متر، وبراعي طبعا الدنسيتي بتاعت اليوزرز، وبراعي الكفرج، وبراعي المساحه، بحيث ان لا احط اكسس بوينت كتير في مكان صغير يعمل لي تداخل وانترفيرنس، ولا احط اكسس بوينت قليله في مكان كبير يبقى مش عارفين يشوفوا بعض ومفيش رومينج. الدنيا عندي مش افضل حاجه. فببدأ أديزاين الشبكة على الموضوع ده. طب في الأول دور احنا بنقول إن الأكسس بوينت ممكن توصل معايا من 100 ل 150 متر في الجزء الأول دور ككفرج كتغطية، ده علشان أحصل على أفضل باندويتس. طب لو أنا عندي مكان وعايز أغطيه، أو عندي كاميرا، الكاميرا دي موجودة على كوبري، تمام، والكوبري ده والام في ار بتاعي هيركب جوه الاتش كيو او جوه الشركه اللي بتبعد على مسافه 5 كيلو من الكوبري ده او كيلو متر. ننقل ازاي الصوره بتاعه الكاميرا، او ازاي اربط اتنين نتورك ببعض، او اتنين جهاز ببعض في مسافات بعيده عن طريق الواي فاي؟ ده بيجي معانا برضو ريجي بتكفر الجزء ده في المسافات البعيده عن طريق الجزء الخاص بالوايرلس بريدج سوليوشن. يعني برضو حتى في المسافات البعيدة نقدر نلاقي برودكت فريات تكفر الموضوع ده. احنا عندنا من أول الأجهزة اللي بتسبورت كده، يسبورت معايا لينك 100 متر، 500 متر، أو كيلو متر، أو أقدر أروح للجهاز اللي هو أكبر من ده شوية وبيسبورت معايا مسافة 5 كيلو متر لاين اوف سايت طبعا. تمام. بوينت تو بوينت أو بوينت تو مالتي بوينت. أو حتى لو أنا مش عايزة أروح للمسافات الصغيرة دي، عايزة سوليوشن يبقى التعامل معاه ريلايبل أكتر أو اعتمادي أكتر، في حتة إن أنا أقدر أستخدمه بأي شكل، مش بس في إن أنا كمان أنقل صورة الكاميرا أو كده، أنا ممكن أنقل إنترنت لبعض الأماكن اللي ما فيهاش بنية تحتية من مصرية اتصالات، تقدر تديهم كابلات دي اس ال أو حتى فايبر. بيعتمدوا على إيه؟ بيعتمدوا على ال WISP أو ال Wireless Internet Service Provider. فبيستخدموا سوليوشن زي كده، وبينزل بكابل على وايرلس راوتر، وبعد كده بيوزع دي المكان، أو سويتش بيوزع المكان المحيط بيه. فعندنا ري مقدمه السوليوشنز اللي هي سوري مقدمه السوليوشن اللي هو البسيط، اللي هو زي الاي اس تي 100 والاي اس تي 310 و350، قطعتين بيجوا في كرتونه واحده. تمام. تقدر تطلع القطعتين واوتو بير، بيجوا مش محتاج تعمل لهم كونفيجريشن. تقدر توصل القطعتين وتستخدم. احنا طبعا اتفقنا ان في تولز كتير على الابلكيشن، في عندنا برضو الاينمنت تول. لو عايزه اظبط الانجل بتاعه القطعتين دول، اقدر اعتمد على تطبيق الموبايل بتاع الشركه في ان هو يظبط معايا افضل لينك ممكن اوصل فيه القطعه الاولى بالثانيه. تمام. لو مش عايز اشتغل بالقطعتين دول اللي اخرهم 5 كيلو، نقدر نروح للاير مترو سيريز الجديدة من ريي، اللي تقدر تدعم معانا لمسافات توصل ل 15 كيلو متر. هنا كده 15 كيلو متر. بيبقى عندي بيز ستيشن ومجموعة من 3 أنتنات بتكفر معايا أنجلز مختلفة أو زوايا مختلفة: 90 درجة، 120 درجة، أو 360 درجة. وأوصل عليها سي بي إي من ناحية الترانس الريسيف، واخد معايا اب تو 10 كيلو متر كونكشن بوينت تو بوينت او بوينت مالتي بوينت. لو عايزة اعمل لاين اوف سايت 15 كيلو متر، اقدر اعتمد على الاثنين سي بي اي دول. تمام. في بوينت تو بوينت سوليوشن او بوينت تو بوينت لينك. فيبقى احنا كده كفرنا الحتة بتاعت الاندور، سواء كانت وول ماونت او سيلينج، وعملنا كفرج للاوت دور، الناس اللي هتبقى قاعدة في اماكن خارجية وبالتالي محتاجة اكسس بوينت، يبقى معامل الحماية بتاعها مناسب للعوامل الخارجية اللي هتركب فيها.
واتكلمنا بعد كده عن ماذا لو انا بتكلم في وايرلس كفرج ولكن مسافات طويله تتجاوز ال 10 كيلومتر 15 كيلومتر and so on. هيجي معايا الواي فاي الوايرلس بريدج نتورك سوليوشن في الجيم. في اي حاجه تانية ناقصه يعني؟ في حد شايف ان في حاجه ناقصه ريجي ما عملتهاش، ما غطيناهاش؟ في عندنا حاجه لسه ممكن ما تبقاش اتغطت سواء كسوليوشن او كبرودكت؟ في أي يعني حد عنده فكرة مثلا ممكن تكون في حاجة ناقصة، أو طب في حاجة مش ناقصة؟ أنا نفسي أستأذن حد من حضراتكم في مرة من المرات يطلع يدي سيشن، عشان بس يحس الإحساس بتاع لما حد بيسأل ومحدش بيرد بس. تقريبا بدأت الناس ترد، أو في حاجة ناقصة؟ إيه اللي ناقص يا باشمهندس ولاء؟ باشمهندس ولاء حضرتك أنا افتكرتك حاضر بس مش مركز معانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا باشمهندسة، لا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا باشمهندسة، مركز طبعا. بقول لك ما اعتقدش ان في حاجة ناقصة. لو تفتكر احنا كنا اتكلمنا مرة على قصة الاي ار دي، إنه لما كنت بقول انها موجودة في بوكتي ومش موجودة عندكم، ان انا امشي الكاميرا واعرف ايه المشاكل او ايه البورتات اللي على السويتش. فانا ما اعتقدش ان في حاجة ناقصة دلوقتي. انا بالنسبة لي ما عنديش حاجة ناقصة. طب الحمد لله. الحمد لله. لو في اي حاجة حد شايفها مثلا ايفن حتى في براند تانية او في سوليوشن تاني مش موجودة عندنا، احنا ويلنج جدا ويعني ابريشيتنج جدا ان الناس تشير معانا السلبي قبل الايجابي، لان ده بيدي انديكيشن الشركة محتاجة تطور نفسها في ايه. فاحنا هل في المستقبل ممكن يكون في منتجات لجي اي بي تليفون؟ يعني اي هوب سو، اتمنى ان شاء الله ان يبقى عندنا فويس سوليوشن او فايب سوليوشن ويبقى عندنا تليفونات. بس حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي في الرود ماب ما فيش بلان للفويس اوفر اي بي او الاي بي تليفون سوليوشن. باشمهندس محمد انا اتمنى، يعني انا لو عليا اتمنى والله. طيب تعالوا كده نعمل سمرايزيشن كده للكلام اللي احنا قلناه النهارده في الجزء بتاع الواي فاي. يبقى احنا اتكلمنا اول حاجه عندنا مور هاردوير فرايتيز، وول بقى سيلينج اندور او دور مسافات بعيده. عندنا ديفرنت تكنولوجيز، عندي واي فاي ان 300 واي فاي 5 واي فاي 6 واي فاي 7، اقدر اعتمد على اي واحده منهم بتفيد في السيناريو اللي انا شغاله عليه. عندنا كوست افكتيف سوليوشن، مش محتاجه اشتري اي سي في بعض السيناريوهات او على حسب عدد الاكسس بوينت بتاعتي. عندي سبورتد على الواي فاي 6 البورتال اوثنتيكيشن. وعندنا كمان اللي هو في الكوست افكتيف سوليوشن المش سوليوشن مع الاكسس بوينت. وبالمناسبه المش يفضل او ريكومندد ان احنا نشتغل على 3 هوبس، ما نزودش عن كده عشان خاطر الباندويث. تمام. لو هعتمد على المش سوليوشن في اني اوصل اكسس بوينت على اكسس بوينت على اكسس بوينت، يبقى بالنسبه لنا 3 هوبس مور ذان انف. واحده بتسلم للتانيه بتسلم للتالته. اوكي. النقطة رقم 4 كانت الإيزي كونفيجريشن المونيتورنج والترابل شوتينج. أنا هديك سوليوشن وهديك فرايتيز وهديك تكنولوجي وهديك سعر كويس جدا، وفي نفس الوقت مش محتاجة من حضرتك يبقى عندك تكنيكال انجينير قوي عشان يقدر يعمل الكونفيجريشن بتاعة الشبكة أو يترابل شوت المشكلة فيها. تمام. فريجي بتغطي برضو الجزء ده عن طريق تطبيق الموبايل بتاعها. النقطة رقم 5 هي الكومبليت سولوشن even for long distance، لو طالما بنتكلم على واي فاي فبرضه بوفر لحضرتك. عندك اسانسير عايز تحط فيه كاميرا، مش عايز تمد كابلات، عايز تحط قطعتين صغيرين زي دول كده مسافة 100 متر مثلا أو 500 متر، واحدة في الكاميرا والتانية مع الام في ار، واوصلهم هيوصل ما بينهم لينك واي فاي، اقدر اشتغل او اعتمد على سوليوشن بسيط زي ده من غير ما امد كابلات ويبقى عندي مشاكل صيانة كل شوية بسبب حركة الاسانسير والكابلات بتتقطع او بتتني او الكلام ده كله. طيب النقطة بعد كده اللي هي رقم 6 والأخيرة هي الورنتي أو الضمان. اه الضمان بتاع كل منتجات الواي فاي، او خلينا نقول يعني كل منتجات الواي فاي الاول الضمان بتاعها 3 سنوات استبدال. حضرتك مش ما فيش تصليح على طول، لو حصل اي مشكله في الجهاز هاردوير يبقى او اي حاجه مش وارنتي فويد طبعا، تقدر ان انت تريبليس الجهاز within 3 years.
خلال 3 سنوات. طيب باقي الأجهزة، لو بنتكلم جيت ويز، لو بتكلم هوم واي فاي، لو بتكلم سويتشات، خلينا نقول إن القاعدة العامة إن الضمان بتاع كل الأجهزة فري جي فري 3 سنوات، ما عدا البيزنس سيريز من السويتشات اللي هي الان بي اس والان اي اس فري، الضمان بتاعها 5 سنوات استبدال. تمام كده. يبقى بس اونلي البيزنس سيريز اللي هي الان بي اس والان اي اس اللي هو الاندستريال سويتشز اللي الضمان بتاعهم 5 سنوات، فيما عدا دول الباقي كله 3 سنوات استبدال. تمام كده. عندنا الشانل بتاعتنا على لينكد ان. الناس اللي عندها لينكد ان اكونت، استاذنكم انتم ممكن تعملوا سكان للكي ار كود ده، تعملوا لنا فولو على لينكد ان. عندنا صفحه برضو بالعربي على الفيسبوك، بنعلن عنها لو في اي ايفنت قريب. وبالمناسبه خلوني استغل الفرصه واقول ان شاء الله عندنا ايفنت قريب في مرسى علم مع شركه تيك هاوس، المناره تيك هاوس. طبعا مستر وائل لو موجود وحابب ان هو يضيف حاجه بخصوص الايفنت طبعا تقدر تتفضل. وعندنا طبعا اليوتيوب تشانل اللي هي برضو بالعربي، هفتحها لكم دلوقتي. عليها الجزء بتاع الاس او ان، ازاي اعمل كونفيجريشن لشبكه فروم سكراتش من الزيرو. ما عنديش اي حاجه، معيش غير الموبايل ابلكيشن، وانا حتى مش مهندس، مش انجينير اصلا. هل اقدر اعمل الكلام ده ولا لا؟ تقدروا تعملوا الكلام ده. هفتح لكم اليوتيوب تشانل دلوقتي. خليني افتحها لكم هنا كده الاول، قبل بس ما افتح اليوتيوب شانل خليني اعمل كده ستوب الشير هنا. شير معاكم عشان نبقى غطينا كل حاجة، وشفتوا برضو ازاي تقدروا توصلوا لي الفيديوهات. اوكي. وبعد كده افتح لحضراتكم ايه اليوتيوب. تمام. الفيديو اللي انا واقفه عليه ده اللي هو ازاي نمانج الاكسس بوينت باستخدام الابلكيشن. هنستخدم الدبليو اي او. يعني انا كنت فاتحاه قبل السيشن. انا كنت بحاول قبل السيشن، ممكن ابعت لكم كده ايه لينكات لو انا عايزه ادير بس الجزء بتاع الاكسس بوينت عن طريق الكلاود ابلكيشن. ده كانت سيشن، كانت تسجيل كده بس صغير 8 دقائق. كل حاجه ريليتد بالاكسس بوينت تشوفها على الكلاود. تعمل لها تقفل الليد بتاعها لو انت مش حابب ان هي الليد بتاعها يبقى شغال. لو عايزه اعمل الاكسس بوينت مش عارفه احدد المكان بتاعها ومحتاجه ان انا اخليها تفلاش، اقدر ان انا الوكيت المكان بتاع الاكسس بوينت. فيري ايزي ستيبس تقدر تعملها. ايفن حتى الجزء بتاع المش، ازاي نعمل كونفيجريشن بتاعت المش، او ازاي افعل الدبليو اي او او الوايرلس انتليجنت اوبتمايزيشن. الكلام ده كله انا شرحه في الفيديو على اليوتيوب. خلوني ابعته لكم على الشات، تقدروا ان انتوا تشوفوا الفيديوهات بتاعتها. الجزء بتاع الكونفيجريشن هتلاقوا فيه بلاي ليست كده موجودة هنا اسمها ري جي كلاود. تمام. من الري جي كلاود هتلاقوا فيها الكونفيجريشن البيزك بتاعة النتورك، ازاي تتعرف على المنتجات، ازاي تقدر دي كانتش موجودة عندنا هنا. ازاي نكرييت بروجكت في اقل من 3 دقائق باستخدام التطبيق بتاع ري صباح جي. الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ازاي تكريت مشروع من البداية خالص عن طريق برضو تطبيق الموبايل. وبستخدم فيها الباك باك ديمونستريشن كيت بتاعتنا. السويتشات الاي اس ال 200، ايه هي المميزات بتاعتها، استخدمها في ايه، ازاي ممكن ان انا اشتغل بيها، ازاي اعمل لود بريفنشن، ازاي السويتشات دي تشتغل 250 متر. دي برضو كانت صباح الخير. سيشن كنا شارحينها فيها كونفيجريشن. انا بتكلم على السيشنز اللي فيها ازاي تكونفيجر الفيتشرز اللي موجودة على الابلكيشن، ازاي تمانج الاكسس بوينت. وعندنا برضو لو عايزة أعمل بورتال اوثنتيكيشن،
في الصفحة دي، ازاي اديزاين صفحة كده لليوزر يدخل من خلالها يشوف الجزء بتاع يكريت يوزر نيم باسورد، يدخل كود، يعمل اس ام اس، يعمل جاست وان كليك فيدخل على النتورك. برضو ده فيديو موجود على اليوتيوب تشانل، تقدروا ان انتوا تشوفوها وتشوفوا لو حد كان فوت السيشنز يعني ما شافش الكونفيجريشن بتاعة الأجزاء دي. وطبعا لو عندكم أي سؤال أو استفسار، احنا بنقابل بعض تقريبا كل يوم خميس الساعة 11 الصبح. أتمنى تدخلوا عليا المرة الجاية إيديكم مش فاضية. أتمنى من الله إن في مرة أعمل سيشن يوم الخميس يبقى فيها هات وخد كده. أتمنى يعني يمكن تحصل إن شاء الله قبل ما. تمام. لو في أي حد عنده أي سؤال أو استفسار أنا قاعدة. أتمنى إن يبقى أي حد يسأل أي حاجة. لو حد محتاج أي حاجة ممكن تشيروا معايا، عندكم solution، عندكم project، عندكم أسئلة، عندكم inquiry. دي كانت السيشن بتاعت النهاردة. المفروض السيشن بتاعتنا كانت بتجاوب على، نرجع كده، على هذا السؤال. فيا رب يكون السيشن غطت النقط اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة، أو الإجابة بتاعت السؤال اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة. لو مفيش أي سؤال أنا بشكركم جدا، وأتمنى أشوفكم بإذن الله يوم الخميس اللي جاي الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، عشان الناس اللي بتحضر معانا من ليبيا. شكرا جزيلا لوقتكم، ويا رب كل التوفيق لحضراتكم إن شاء الله في كل اللي جاي بإذن الله. شكرا. باي باي.